بابلو جافي في اللقطه دي استفز فينيسيوس، وفينيسيوس رد عليه برد قاسي. فيا ترى يا ابو الكباتن ايه اللي قاله جافي لفينيسيوس؟ الاشتباك والمشاجره دي بتدل على ان مباراه الكلاسيكو كانت ناريه كعاده مباراه الفريقين طبعا، والمفاجاه هي كانت نتيجه المباراه. برشلونه يدمر ريال مدريد برباعيه نظيفه على ارضه وسط جمهوره وبكامل نجومه. ريال مدريد للامانه لم ياتي الى الكلاسيكو وما كانش في يومه نهائي، يعني مش ده ريال مدريد اللي شفناه في المباراه اللي فاتت في دوري الابطال. فاز برشلونه عن استحقاق لانه كان ممتع وقوي وعمل كل حاجه في الكوره تكسب اي فريق، ولكن يبقى ريال مدريد فريق كبير. وكشف الصحفي خوسيه الفاريز عبر برنامج الشرنجيتو عن تفاصيل المشاده الكلاميه اللي كانت ما بين فينيسيوس وجافي على ارض الملعب، واللقطه دي ابو الكباتن اثارت الجدل في العالم الكروي. الفاريز قال ان جافي هو اللي استفز الاول فينيسيوس وعمل اشاره بايده برقم 4، واللي هي كانت وقتها دلاله على نتيجه المباراه، وقال له 4-4 لا اريد سماع صوتك، بيستفزه يعني. فينيسيوس قرب منه وقال له نعم يوم الاثنين سافوز بالكره الذهبيه. والسؤال ده ليك انت يا ابو الكباتن، لو هتوجه لكارلو انشيلوتي كلمه واحده هتقول له ايه؟